السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم متجمعين في الخير والفرح والسعادة. قبل بقى ما ندخل على الوصفات الكتيرة بتاعتنا النهاردة ما شاء الله، لا تعالوا بقى ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء. هقول لكم كل حاجة حصلت معايا في اليوم كله امبارح عامل ازاي، بس لما نشوف التتبيلة كده. معايا بطتين حلوين كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كمان فرخة بلدي وفرخة، ويعني معايا فرختين وبطتين. تمام. هتبلهم ازاي بقى؟ جبت بقى بصل وملح وفلفل وحبهان ضربتهم كده، وبعدين حشيتهم بقى من جوه ومن بره. بص، يعني خليتهم كلهم بصل، وكل لما كان البصل بتاعك كميته حلوه وايه هيديكي نتيجه حلوه قوي في طعم الطيور عامه. بعد بقى لما خلصت التتبيله دي، تعالوا نعمل تتبيله البانيه. انا معايا كميه من البانيه حوالي 2 كيلو ونص ما شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ حطيت بقى بصل وطماطم وفلفل شطه، اللي هو الفلفل الاحمر، هي العميله عايزاها سبايسي. تمام. هبدأ بقى ايه، اضربهم في الكبة. وبعد لما اضربهم اخدت التتبيلة كلها، لان انا عاملة كمية كتير، بس سبت منها ايه شوية لاني هستخدمها في تتبيلة تانية. وبعد كده حطيت عليهم بقى ملح وفلفل، وحطيت كمان ايه جنزبيل، وحطيت شوية من بهارات الفراخ وشوية من الكركم من الكاري قصدي، وشوية من لون الزعفران. دي التوابل الأساسية اللي أنا بستخدمها في تتبيلة البانيه. تمام. عايزه اقول لكم كل الفيديو دوت يعني لغايه ما انا شغاله كده، ده كان ليله السحور. تبلت كل الحاجات دي ليله السحور. هقول لكم كمان اول يوم رمضان بقى عملت ايه او مشيت يومي ازاي. جبت بقى البانيه، طبعا كنت غسلاه كويس قوي وسايباه في المصفى كده يتصفى. اهم حاجه عشان طعم البانيه يطلع معاكي حلو، لازم تاخدي شريحه شريحه ايه وتتبليها كويس كده ايه، تخليها تتشرب، والتتبيله يعني تغلفها من جوه من بره من الجنبين يعني. تمام. عشان كده تبلت ايه في صاج، لان ما شاء الله معايا كمية 2 كيلو ونص من البانيه. تمام. تعالوا بقى بعد لما اخلص عبال لما اخلص التتبيلة دي، تعالوا اقول لكم قد ايه الاوردر امبارح كان مرهق، وقد ايه بجد والله يعني مهما هوصف لكم يعني مش هتصدقوني. بس الحمد لله عدى على خير. يعني عارفين كنت خايفة جدا لاني فعلا تعبت قوي، يعني والله ربنا العالم. الحمد لله. يمكن صوتي بقى مش طالع، مش عارفه بقى انتوا سامعيني ولا لا. انا حاسه ان انا بتكلم بايه بتون اقل، او بصوتي مش قادره ايه، مش قادره اتكلم يعني. الحمد لله. المهم تعالوا بقى ايه، معايا وراك كده زي ما انتوا شايفين. دول وركين. المفروض بقى اللي انا كنت معايا وركين تاني كنت هتبلهم اللي انا اسلقهم، بس بقى العميله غيرت رايها على اخر لحظه، فانا هحطهم دلوقتي ايه. بس كان الوقت متاخر. المهم اللي انا هتبل 4 وراك، فايه كنت خلاص يعني ايه، صورت المقطع ده. جبت بقى بقية البصل والطماطم والفلفل اللي انا ضايباه في الكبة، حطيت عليه بقى ايه عشان نتبل الحاجات دي مشوية. حطيت عليه شوية ملح وشوية، هي التوابل اللي انا حطيتها في البانيه. بس زودت شوية زيت لان البانيه ما ينفعش احط له زيت. زودت على الورق شوية زيت وفي كام فص حبهان وورق لوري وعود روزماري. دي الحاجات الاختلاف اللي انا بحطها بين الفراخ المشوية وبين البانيه. تمام. تعالوا بقى هنا نروح على البوتاجاز كده بقى ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى جبت حله حطيت فيها نص كوبايه من الزيت، وحطيت بصلايه فرماها في الكبه كده وسايباها ايه لغايه لما تدبل. اما الحله اللي هناك التيفال دي حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، ونزلت ببصلايه وايه وحاسبها لغايه لما تحمر كده معايا او تدبل، سايباها على نار هاديه. بعد بقى لما البصلة اتحمرت كده او دبلت، نزلت بحوالي مثلا ايه 3 او 4 معالق كبار، لاني هعمل كمية من المحشي ما شاء الله. تمام. بعد كده اول لما الصلصه يعني غلت كده او كل المواد الحافظه طلعت، هنزل عليها بحوالي 3 كيلو ونص من الطماطم. انا ضايباهم في الكب، انا هضربهم على مرتين كده واحطهم. وهحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود واسيبهم بقى ايه تتسبك. كنت بقى انا غسلت الرز بقى والكاميرا كانت فصلت، وغسلت الخضره وحطيت لهم بقى ملح وفلفل، ودعكت الايه الرز بالخضره بالبصل والطماطم اللي انا يعني ضايبه فرمة بصل في الكبة مع فلفل وجزر والكلام دوت. كل الكلام ده ايه
غسلته ودعكته كله مع بعضه. وبعدين قمت نزلت بقى بالصلصة كده زي ما انتوا شايفين، وهظبط بقى لو محتاجة ملح وفلفل، هظبط الكلام ده كله مع بعض. اما الحله اللي هناك دي بقى، بعد لما البصل اخدت اللون، قمت نازله عليها بحوالي كوبايتين من الرز، وهبدا اشوح فيهم كده مع شويه ملح وشويه فلفل اسود ورشه صغيره من القرفه. تمام. ديت احنا هنعمل حشوه دلوقتي لايه، للي احنا الحاجات اللي هنحشيها دلوقتي. وهسيبها بقى ايه، نحط لها كوبايتين ميه كده، بس اهم حاجه الميه ما تبقاش مغطيه الحشوه بتاعتك، لا رز ولا فريك. وهسيبها بقى على نار هاديه زي ما انتوا شايفين. انا بقى خلصت بقى خلطة المحشي وسبتها بقى على الجنب كده، قلت هجهز بقى الحاجات التانية وبعدين ابقى ايه اقعد احشي على مهلي. كان الرز بقى استوى كده بتاع الحشوة اللي احنا هنحشيه، وهنبدأ بقى نجيب البط بتاعنا زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ما كانش في مكان اللي انا احط ولا على رخامة ولا حاجة. احسن حاجة اللي انا كنت متبلة كل الكلام ده في صاج. هبدأ بقى اجيب بطاية كده زي ما انتوا شايفين، هحشيها بالرز. طيب اهم حاجة في حشوة الرز اللي انت ما تكبسيش البط يا دوبك، عشان ما يعني عشان يستوى وفي نفس الوقت ايه ما يفرقعش معاكي. حشيتها كده وبعدين قمت متبقى قافلاها بعصايه الشيش طاووق وخلاص على كده. انا هحشي بطايه واحده، لكن الحاجات التانية لا مش هحشي. جبت بقى 3 حلل هنا كده، ايه اكبر حلل عندي، حطيت فيها بقى ملح وفلفل ولوي وحبهان وطماطم وبصل، الحاجات اللي انت بتحطيها في الشوربه العاديه خالص، مشيت عليهم ايه 3 حلل كده. تمام. انا كل اللي حشيته بس وانا واقفه حشيت الممبار، لكن بقى الورق العنب والحاجات التانية دي مش هحشيها دلوقتي عشان بتاخد وقت. فانا قلت ايه احشي بس الممبار عشان لو هسلقه. بعد كده نزلت بالبطه، وكنت على امل الحله الكبيره دي تاخد البطتين، لكن ما نفعش لان حجم البطتين ما شاء الله. فقمت حاطه بقى كل حله في كل بطه في حله وخلاص على كده. وبعدين قمت حاطه ايه الفرخه التانية، سلقتها كده زي ما انتوا شايفين برضو. تمام. هبدأ بقى احط الكبد والقوانص واسيبهم بقى لو طلعوا ريم ولا اي حاجة هشيلها وخلاص على كده. كل اللي حصل دوت اللي فات ده كله كان ليلة السحور. من اول بقى دلوقتي هنبدأ بقى ايه في ايه ليلة الصيام زي ما قلت لكم. من بعد صلاة الفجر بقى دخلت المطبخ. جبت بقى زي ما انتوا شايفين كده طاستين، وحطيت في كل طاسة معلقة سمنة محترمة، وهبدأ بقى انزل بحوالي اللي في الطاستين ده كله، يعني حوالي نقول 4 كيلو بصل. انا فرمت 4 كيلو بصل، قشرتهم وفرمت كل على مرتين يعني في الكبة، وحطيت في كل طاسة حوالي 2 كيلو. تمام. وبعد كده هنزل عليها بشوية ملح وشوية فلفل اسود علشان يتحمر معايا بسرعة. اما الحله اللي هناك دي بقى حاطه فيها ميه علشان تغلي، علشان هنستخدمها دلوقتي ميه، يعني ميه يعني ايه سيبها تغلي بس كده. نزلت بقى بالبصل بعد لما دبل كده، حطيت في كل طاسه 2 كيلو ونص من اللحم. تمام. حطيت 2 كيلو ايه ونص من اللحم. هبدأ بقى اشوح الكلام ده كله واعصج اللحمه بالطريقه العاديه. كان نفسي الكلام ده كله يجي في طاسه، او لو كان عندي حاجه اكبر كنت عملتهم، بس دي حاجات دي اكبر حاجه عندي، فعشان كده عملتهم على مرتين. وما بفضلش اعمل اللحمه عصاج في حله، بحس اللي هي اللي في الطاسه كده بتبقى ايه بتتعصج احسن يعني. ما بحبش احطها كميه فوق بعض عشان ما تنزلش ايه ميه، و بحبها تبقى ايه ناشفه كده فيها صوص بس خفيف. تمام. المهم نزلت بقى بالمكرونه لما الميه غلت مع شويه ملح، وفضلت بقى باللحمه لغايه لما اخدت اللون كده، ويدوبك نزلت عليها بملح وفلفل اسود وخلاص على كده. في طاسه هحط عليها فلفل كده زي ما انتوا شايفين، احمر واخضر كده عشان يعني تديها كده طعم حلو. والطاسه التانية هسيبها من غير اي حاجه، وهبدا اشوح الكلام ده كله مع ايه مع بعض كده. خلصت ايه المكرونه وخدتها صفيتها. وانا لما بصفي المكرونه بحط عليها معلقه سمنه وشويه فلفل اسود. تعالوا بقى لاخر حاجه بقى هنعملها. عايزه اقول لكم اللحمه دي انا معصجاها لحاجات كتير، هتشوفوا معايا دلوقتي. جبت هنا زي ما انتوا شايفين حوالي نقول نص كيلو سمنه. ايوه يعني مش عارفه اقول لكم انا حطيت قد ايه، مش قادره اوصف لكم. يعني 3 معالق على 3 معالق، اللي هي لكل صينيه بحط مثلا ايه الدقيق قد السمنه. انا هنا بقى حطيت حته كبيره كده بعينيا، حوالي مثلا نقول ربع كيلو وشويه او نص كيلو. وبعدين نزلت بنص كيلو من الدقيق. اهم حاجه اللي الدقيق في السمنه يبقى ايه يبقى مش مكلكع. تمام. وبعد كده هنزل باللبن حوالي 8 كيلو من الحليب ما شاء الله، علشان هنعمل كمية صواني من المكرونة. تمام.
وهو خلاص على كده هبدأ بقى اول لما اخلص بقى الحليب كله كده نزلت بيه، هبدأ اجيب المضرب بقى وافضل ايه اقلب. يعني الحمد لله اللي الحلة اخدت الايه الكمية دي. وهبدأ بقى ايه احط شوية ملح وشوية فلفل اسود، وممكن تحطي كمان رشة من جوز الطيب، ده لو انت حابة. وطول ما البشاميل بقى على النار انت بتفضلي تقلبي فيه علشان ايه ما يكلكعش. بس كده كده انا خلصت كده اول حاجة. يعني مثلا ايه نقول خلصت ربع الموضوع او اقل من الموضوع او اقل من ربع شوية، لان لسه ايه في حاجات تانية كتير. شايفين بقى البشاميل عامل ازاي؟ والله الحمد لله ولله الحمد. يعني بصوا بعينيا طالعه مظبوطه على الشعر. يعني بصوا ولا مقدار ولا اي حاجه، بس طلع ولا خفيف ولا تقيل، بصوا بالظبط. انا بس كل اللي عملته فيه اللي انا بحب اديله ضربه بالهاند بلندر. بعد كده بقى هنطبق صواني المكرونه. طيب انا هعمل كام صينيه؟ هعمل 4 صواني من المكرونه. اخدوا معايا قد ايه مكرونه؟ انا لكل صينيه من المكرونه بحط لها الصينيه اللي هي الحجم ده. على فكرة الصينية دي كبيرة ما شاء الله، تكفي حوالي 6 أفراد، يعني 5 أو 6 مرتاح كمان يعني. ف زي ما قلت لكم بقى هبدأ نطبق صينية المكرونة بالطريقة العادية. ما بحطش بقى مكرونة كتير، لا انا بحب احط تبقى ايه فيها بشاميل اكتر. حطيت بقى من تحت طبقة بشاميل، وبعدين بقى المكرونة، وبعدين غطيتها بالبشاميل زي ما انتوا شايفين. وهبدأ انزل باللحمة كده زي ايه ما انتوا شايفين. وهكمل بقى بقيت المكرونه من فوق الوش، وبعدين هحط البشاميل الطريقه العاديه خالص اللي احنا بنعمل فيها ايه بنعمل بيها المكرونه. محتاجه دعوه منكم حلوه في الايام المفترجه دي، ان ربنا يقويني بجد. والله امبارح انا خلصت من كتر التعب، يعني والله ما فطرت. يعني متهيألي انتوا مش هتصدقوني، بس فعلا والله قعدت على الفطار مش قادرة اكل. يا دوبك شربت عصير وشربت مية، مع اني كنت هبطانة لدرجة شغل من بقى، يعني شغل يعتبر مطبقة كل اللي نمتهم ساعتين. بس التعب بيخليكي مش مركزة في اي حاجة. انا كان اكتر حاجة تعباني اللي انا كان عندي صداع هيفرتك دماغي علشان القهوة بقى والنسكافيه والكلام ده. بس فهي دي اللي كانت تعباني، لكن ولا اكل ولا شرب. انا قعدت على الفطار شربت ميه وعصير، ويا دوبك اكلت ايه حاجه بسيطه ممكن يعني لو اقول لكم انا غمست تغميسه ملوخيه كده وقمت. تعالوا بس ايه نشوف انا عملت ايه تاني. بعد بقى لما خلصت ال4 صواني مكرونه، بقيت اخلص واحط بقى على ترابيزه السفره لغايه لما اشغل الفرن مع بعضه. جبت بقى هنا غليت حليب زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى ايه انزل برز زي ما انتوا شايفين. بقى حطيت بقى البرام دوت غسلته. البرام دوت بياخد رز حوالي 1.5 كيلو او 2 كيلو الا ربع من الرز. تمام. حطيت بقى عليه شوية ملح وشوية فلفل اسود، وحطيت شوية قشطة، وبعدين هبدأ اقلب كده. والبرام ده هياخد معايا قد ايه برضو مش قادرة اوصف لكم قد ايه. انا بحط نص البرام رز والباقي كله لبن. يعني انت عندك اي طاجن خديها قاعدة كده، حطي نص رز وساوي الرز كده بايدك، تبقي يعني شايفة اللي ده نص بالظبط، والباقي بقى كمليه لبن. تمام. بس هو اخد معايا حوالي 2 كيلو ونص من اللبن او الحليب. بعد كده بقى هدخله تحت الشواية ياخد لون كده، وبعدين اقوم مطفيه الشواية ومشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هنا بقى كنت بقى غسلت بطاطس وقورتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احط معلقة سمنة. وغسلت بقى الطاسة اللي خلصت فيها المكرونة، اللحمة بتاعت المكرونة زي ما انتوا شايفين، وقمت حاطة ايه البطاطس فيها. وهبدأ بقى اشوح البطاطس دي. عايزه اقول لكم انا اول حاجه قمت عملتها، كنت طبعا امبارح يعني قبلها بيوم كنت منزله لكم فيديو الحلويات. فاول حاجه بقى شغلت الفرن وبقيت ادخل صواني الكنافه ورا بعض. يعني دخلت صينيتين في صينيتين، هما كانوا 4 فدخلتهم ايه. قلت قبل ما ابدا الاكل اخلص الحلويات. وطبعا شفتوا الصينيه كانت طالعه عامله ازاي. وكنت بقى ايه اول لما الصينيه تطلع احط الشربات على طول. طبعا صواريخ وبومب بصوا. فاكيد كل ده ازعاج ليكوا، فمعلش بقى إيه، طول النهار العيال في الشارع بيفرقعوا صواريخ. المهم بعد بقى لما خلصت بقى الرز عملت طاجن تاني. يعني انا عملت طاجنين رز. تعالوا بقى هنا بقى البطاطس سايباها تتشوح كده، ما بفضلش اقليها في زيت، انا بفضل اشوحها كده بسمنه بلدي. جبت هنا بقى حله تانية وقمت حطيت
معلقه من الثوم زي ما انتوا شايفين، وقطعت عليها فلفل احمر، وبعدين قمت ايه نازله عليها بطماطم، حوالي 3 كيلو من الطماطم او 2 كيلو ونص من الطماطم، علشان نعمل ايه صوص البطاطس. ونزلت بملح وفلفل اسود وهسيبها تتسبك. تمام. اول بقى لما البطاطس تتشوح او تدبل كده، تحسي ان هي طرت معاكي شويه، هبدأ بقى ايه احشيها باللحمة المفرومة. انا هحشي بقى صينيتين من البطاطس باللحمة المفرومة، وبعد كده هقوم حاطة عليها الصوص الايه الاحمر. يبقى احنا كده خلصت المكرونة وخلصت الرز وخلصت الايه البطاطس. بس كل ده كنت مستنية لما الكنافة تطلع من الفرن عشان ابدأ اسوي. يا دوبك اللي دخلته بس هو الرز المدسوس، عشان ده ما ينفعش تعمليه وتسيبيه. محتاجه بجد منكم، كنت بقول لكم على ايه، محتاجه لو وصلتم لغايه هنا ما تنسونيش بلايك، بجد انا بتعب جدا في التصوير والمونتاج وكل حاجه. مش محتاجه اقول لكم لان فعلا بقيت بتحرج اللي انا اقول كلنا بنتعب، بس بجد والله يعني اتمنى طبعا كل حاجه باذن ربنا. النهارده الصبح اول لما صحيت شفت تعليق، يعني بجد قالت، يعني ربنا يجازيكي كل خير يا حبيبتي على تعليقك. قالت لي والله انتي قناتك تستاهل تبقى في السما، بس ايه الصبر حلو. يعني بصوا والله الكلام دوت بيفرق معايا اكتر من اي حاجه. مش عارفه هتصدقوني ولا لا، بس الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. المهم تعالوا بقى نروح نعمل ايه تاني. جبت بقى صواني تاني، النهارده يوم الصواني. جبت بقى هنا 2 لتر من الحليب، بس ما حطيتهمش مره واحده، انا حطيت لتر واحد، ولما عاوزه هحط تاني، علشان ما النشا بتاع الرقاق او الدقيق بتاع الرقاق ما ينزلش في الحليب ويتقل معاكي. خلي الحليب حبه بحبه كده. المهم حطيت بقى فيه ملح وفلفل ومعلقه سمنه، ونزلت بورق لوي وحبهان، وهبدأ بقى اعمل صواني رقاق زي ما انتم متعودين معايا. هحطها بقى في اللبن، وبعدين هقوم واخداها من اللبن احطها بقى في الصينيه. بس اهم حاجه تدهني الصينيه بتاعتك معلقه سمنه كويسه. عايزه اقول لكم كان رهيب، والله كان تحفه. يعني عايزه اقول لكم انا امبارح ما دقتهوش، انا النهارده دقته، لان انا كنت عامله صينيه للبيت، وكنت عامله يعني انا عملت 4 صواني للاوردرات، وعملت صينيه لينا ايه للبيت صغير. يعني امبارح من كتر التعب زي ما قلت لكم انا ما اكلتهوش، بس النهارده بقى لما اكلت منه والله كان رهيب. تحسي كده اللي هو يعني الف هنا وشفا يعني. المهم انا ما بحطش بين كل طبقه وطبقه سمنه زي ما انتم شايفين، بحطه ببله في اللبن بس كده، وبعدين بحطه، بس ما بخليش السمك بتاعه عالي. وحطيت عليه بقى شويه وحطيت اللحمه وبعدين قطعته. هعمل الصواني كلها بنفس الطريقه، فما حبيتش بقى اطول عليكم ايه المقطع الصواني كلها. تمام. دي كده اخر صينيه من الرقاق كده. وبعدين بقى بعد لما خلصته كان الرز طالع زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الف هنا وشفا ليهم. شايفين طالع عامل ازاي. هبدا اعمل له فتحات كده وانزل عليه ايه معلقتين سمنه محترمين. وبرده في واحد تاني كان لسه في الفرن، برده لما يطلع هنعمل فيه نفس الفكره برده. بس طبعا ايه انا بعمل كل حاجه واقوم مغلفاها بورق فويل عشان تفضل ايه محتفظه بالسخونيه بتاعتها. كنت عايزه اقول لكم ايه تاني. بعد بقى لما خلاص ظبطت البوتاجاز، يعني طبعا البوتاجاز كان امبارح شكله، عايزه اقول لكم المطبخ كمان، يعني مش قادره اوصف لكم المطبخ عندي قريب من الصاله او الريسبشن، فكان الاتنين مع بعض كانت الدنيا بايظه. يعني عايزه اقول لكم انا بقيت ابص للمنظر كده، المواعين دي هتتعمل امتى؟ كنت خلاص هين عليا اعيط. وفعلا انا من كتر التعب قعدت اعيط، مش قادره، رجلي كانت وجعاني جدا، بس الحمد لله عدت على خير. المهم طبعا بقى خدت من شوربة البط وسقيت المحشي كده، وحطيت بس للشوربة معلقة صلصة وايه، وحطيت بقى محشي الورق العنب مع شوية ليمون، وكمان كنت حاشية بتنجان وفلفل كده زي ما انتوا شايفين. اما هنا بقى جبت بقى شوية من لسان العصفور مع معلقة سمنة، وبعد لما تحمرهم تنزل عليهم بشوربة الايه البط. عايزة اقول لكم بصوا كانت عاملة ازاي. وبعد كده هنا بقى هنعمل سلطة الخضار. حطيت بقى بسلة وجزر وبطاطس وفاصوليا، وسلقتهم مع معلقة سكر بس. بعد كده هنعمل الصوص بتاعهم. علبة زبادي او علبتين زبادي، انا عاملة كمية كبيرة، وحطيت عليهم كمان مايونيز، حوالي كوباية من المايونيز او كوباية الا ربع، طبعا على حسب الكمية. كل ما بتبقى الكمية كبيرة كل ما بتضعفي الايه الحاجات بتاعتها. وشوية خل وشوية ملح وايه وشوية فلفل اسود.
وهبدا اقلب الكلام ده كله مع بعض. واحسن حاجه سلطه الخضار دي اللي انت تعمليها كده وهي سخنه. تمام. كده بقى انا خلصت. ايه هنعمل ايه تاني؟ انا بفتكر معاكم لاني فعلا من كتر الحاجات مش فاكره عملت ايه قبل ايه. المهم بقى جبت هنا بقى طاستين زيت وهنبدا نقلي البانيه. طبعا ما حبيتش اطول عليكم المقطع، انتوا شفتوني قبل كده كتير انا بعمل البانيه ازاي. بعمل خلطه كده بين الفيجيتار والبقسماط وبيض ولبن وحطيت ودقيق. بحط الاول البانيه في الدقيق وبعدين في البيض واللبن وبعدين الايه الفيجيتار والبقسماط. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ وهقلي بتنجان بقى واملحه بالطريقه العاديه. عايزه اقول لكم انا عملت ملوخيه كمان، بس فعلا ما كانش فيه مكان اللي انا اصور وما كنتش عارفه اصور من المطبخ. وده بقى شكل الاوردر. كنت بخلص واحط ايه زي ما انتوا شايفين بره. كانت في صواني مكرونه لسه ما استوتش لان كان في اوردرات طالعه بدري وفي اوردرات طالعه ايه بقى يعني قبل الفطار بشويه. وادي بقى صواني الكنافه والبسبوسه، وعملت قطايف كمان ورز. بصوا يعني ما شاء الله الف هنا وشفا. وكانت في صواني جلاش رقاق قصدي في الفرن. يعني الحمد لله اليوم ده عدى على خير. وادي البط والفراخ والبانيه هناك اهو. طبعا انا الريسبشن عندي الاضاءه بتاعته او الصاله الاضاءه بتاعته غير المطبخ خالص. انا مزوده الاضاءه في المطبخ، فهنا الحاجه لونها يعني ظلمه اللون يعني. بس بجد والله الحاجه كان شكلها رهيب. ادهم ابني اللي هناك دوت كان واجع دماغي. كان قبل المغرب وبحاول اعوده على الصيام. يا ماما انا جعان، انا مش عارف اشوف الاكل ده وما كلش. بس وده الفيديو بتاعنا. وشوف